بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم زينا بنور الفهم، اللهم زينا بالعلم وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن وصالح الأعمال واجعلنا من الراشدين. إن شاء الله النهارده هنتكلم في فضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم يا حبايبي، الملك سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خلي بالكم من الآية، ربنا بيقول إن هو سبحانه والملائكة بيصلوا على رسول الله، وفي أمر لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني إيه الكلام ده؟ خلي بالكم بقى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زي ما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا الشافع المشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي وكل الأنبياء تحت لوائي ولا فخر، وأنا أول من ينصر بحلق الجنة ولا فخر. فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يقول فأجد امرأة تزاحمني عند الباب فأسألها من أنت؟ فتقول أرملة قعدت على يتامى. سيدنا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، هو الشافع المشفع، هو من يحمل لواء الحمد يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الحمادون يا رب. أول واحد هيمسك الحلقة بتاعت باب الجنة ويخبط، أول واحد هيمسك حلقة الجنة ويخبط. فخازن الجنة رضوان عليه السلام هيقول مين؟ هيقول له محمد، هيقول له أنا عندي تعليمات إن أنا ما نفتحش لحد قبلك. يعني أول واحد هيدخل الجنة هو سيدنا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن آدم صفي الله، ألا وإن إبراهيم خليل الرحمن، ألا وإن موسى كليم الرحمن، ألا وإن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم، ألا وأني حبيب الله ولا فخر. والله يا أولاد فخر وشرف إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو حبيب الله. روي عن سيدنا مالك بن دينار رضوان الله عليه، يقال إن هو كان متجوز ست متعبة تعباه في حياته، يعني بتعمل مشاكل كتير. من كتر مشاكل الست ديت لدرجة إن الناس قالوا له طلقها واتجوز غيرها. قال له من خايف مطلقها غير يبتلى بها، وهي تفتن في دينها. يا الله على الأدب، فينكم يا رجالة العالم. الست متعبة، وده مالك رضوان الله عليه ابن دينار الرجل الصالح، وربنا ابتلاه بزوجة متعبة لدرجة إن الناس كانت بتسمع صوتها والمشاكل اللي بتعملها معاه. فالناس شرعوا عليه، قالوا له طلقها. قال لهم انا خايف اطلقها غيري يبتلى بيه وهي تفتن في دينها. لا انا هنصبر عليه. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. في يوم من الايام الست دي قالت له: يا مالك روح اشتري لنا دقيق عشان نخبزه. خلي بالك يا حبيبي، روح اشتري لنا دقيق عشان نخبزه. كان معاه
اللي يمتلكه 6 دينار. راح واخد ال6 دينار اللي معاه وراح السوق عشان يشتري الدين. ادته كيس فاضي، شكاره يعني، وقالت له خد الشكاره اهي وروح هتشتري لنا الدين عشان نخبزه. لما دخل السوق لقى واحده قاعده بتعيط. بقول لها انت بتعيطي ليه؟ قالت له انا جاريه عند فلان، يعني هي عبده عند حد من الناس، وستي ادتني 6 دراهم عشان نشتري لها طلبات البيت، ضاعوا مني، انا خايفه نرجع تضربني. راح مطلع ال6 دراهم اللي معاه وراح مديهم لي. على كده مش هيعرف يجيب لي دي، هيروح يقول لها ايه؟ بقول ورجعت. رحت دخلت المسجد، قعدت صليت الظهر والعصر. قلت بقى الحمد لله قاعد كده. رحت واخد الشكاره وماشي مروح، لقيت واحد نجار بينادى عليا بيقول له خد يا مالك يا ابن دينار. قال له ايوه يا سيدي. قال له تعالى نعبي لك الشكاره دي وشاره خشب تبقى تخبز بيها. الكلام ده يا ولاد موجود في سيره سيدنا مالك بن دينار رضوان الله عليه. تعالى نعبيها لك مشاره عشان مراتك تخبز بيه، مشاره خشب. كانوا ولعوا مشاره الخشب زمان مش غاز زي دلوقتي. فعبى له الشكاره مشاره خشب وروح بها مليانه برضه. من خوفه من مراته راح حاططها، فتح الباب كده وحاططها وطلع جاري ماشي، رجع الجامع تاني. وخايف تقول له انا بعتك تجيب دقيقه، انت جايب لنا شاره خشب نعمل بها ايه من غير دقيقه؟ قاعد في المسجد صلى المغرب والعشاء، وهو قاعد من بعد العصر لحد العشاء يجي الوقت يصليه ويقعد يصلي على سيدنا عليه الصلاه والسلام ويقول اللهم صل على محمد بقدر حبك فيه، اللهم بقدر حبك فيه فرج عني ما انا فيه. اللهم صل على محمد بقدر حبك فيه، اللهم بقدر حبك فيه فرج عني ما انا فيه. اللهم امين يا رب. والناس صلت العشاء لازم كل يمشي. راح روح لقى فيه دخان طالع من البيت. فقال له يا مراتي شافت الدقيق وخرجت منين؟ ده انا مديلها بس شويه من شاره خشب. فروح قال لها انت بتعمل ايه؟ قالت له منخبز، ده الدقيق اللي انت جايبه ده حلو قوي وبحكي لنا منه كل مره. قال لها دقيق ايه؟ قالت له اللي في الشكاره اللي انت حاططها ومشيت. دقيق؟ هو بقى في دماغه انا ما جبتش دقيق، ده انا شايب الراجل ناداني قال تعالى خد شويه من شاره الخشب دول مراتك تخبز بيه. بتحولوا دقيق ازاي؟ بقول من فرحتي ان ربنا سترها معايا واستجاب دعايا وفرج عني ما انا فيه. تنتني نبكي ونصلي لحد ما نمت. يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا مالك من سأل الله بالصلاة عليه، اللي يسأل ربنا بالصلاة عليه إلا استجيب له. خلي بالكم يا حبايبي من فضل الصلاة على سيدنا عليه الصلاة والسلام. بقول له يا مالك اللي يسأل ربنا بالصلاة عليه لازم ربنا هيستجيب دعاءه. علمنا عليه الصلاة والسلام إننا لما ندعو الله نصلي ونسلم الأول على رسول الله، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعد كده ندعي. وبعد ما نخلص نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تاني. بقول ليه؟ ده الكلام ده ليه يا سيدنا؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يقبل الصلاتين ويرفض ما بينهم. يعني بما إن في صلاة في الأول وفي صلاة في الآخر، اللي في النص ربنا هيقبله. يبقى من آداب الدعاء إننا نصلي ونسلم على سيدنا الأول، وبعد كده ندعي باللي أنا عايزه، وفي الآخر نقول اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا قال كده، قال إن الله يستحي أن يقبل الصلاتين عليه
ويرفض ما بينهم، يعني يرفض ما بينهما من الدعاء. سيدنا جبريل عليه السلام بيقول لسيدنا عليه الصلاة والسلام، بيقول له يا محمد ما صلى عليك أحد إلا صليت عليه، وما سلم عليك أحد إلا سلمت عليه. بيقول له يا محمد ما فيش حد يصلي عليك إلا وأنا بنصلي عليه، ما فيش حد بيسلم عليك إلا وأنا بنسلم عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام من رواية عبد الرحمن بن عوف اللي رواها الترمذي، بيقول عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سيدنا عليه الصلاة والسلام يا حبايبي بيقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000 حلت له الشفاعة. خلي بالكم يا حبايبي، الصلاة والسلام على سيدنا عليه الصلاة والسلام من أهم أسباب الفرج، من أهم أسباب الرضا، من أهم أسباب إن أنت تذكر عند الملك سبحانه وتعالى، من أهم أسباب إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربنا. اللهم فرج الكروب واغفر الذنوب واستر العيوب، اللهم آمين يا رب العالمين. سيدنا أبي بن كعب رضوان الله عليه بيقول له يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ بيقول له أنا بنصلي عليك كتير. بنصلي عليك قد إيه؟ قال له ما شئت، اللي أنت عايزه، وإن زدت فهو خير لك. قال له إيه رأيك؟ نصلي عليك الربع، يعني خلي ربع دعائي صلى عليك. قال له ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال نجعلها الثلث. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله نجعلها الثلثين. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، هنخلي كل دعاء صلاة عليك. فرد عليه سيدنا وقال له إذن يكشف همه ويقضى دينه. اللي عايز ربنا يكشف همه ولو عليه دين ربنا يسده عنه يكتر من الصلاة والسلام على سيدنا عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول زي ما قلنا في بداية الكلام إن الله وملائكته يصلون على النبي، وفي أمر لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه. اللهم بقدر حبك فيه فرج عنا ما نحن فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هو سبحانه والملائكة بيصلوا على سيدنا. الصحابة رضوان الله عليهم بيقولوا له يا رسول الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هو سبحانه والملائكة بيصلوا عليه، وفي أمر لنا بالصلاة عليه. إيه الفرق بين صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاتنا؟ خلي بالكم بقى. قال الصلاة من الله رحمة. رحمة يعني أنا لما نقول اللهم صل على محمد ربنا بيحط في ميزاني 10 درجات من رحمة الله. الرسول قال كده سيدنا عليه الصلاة والسلام، قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وسيدنا عليه الصلاة والسلام بيقول الصلاة من الله رحمة. يعني أنا لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بينحط في ميزاني 10 درجات من الرحمة. أيوة، إزاي الكلام ده؟ ده رحمة واحدة بنتراحم بها إلى أن تقوم الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال إن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء. خلي بالكم من الحديث، سيدنا بيقول كده إن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل جزء
ينتهي واحد منها إلى الأرض، فمن هذا الجزء يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولده مخافة أن تصيبه، ثم هو قابض هذا الجزء يوم القيامة إلى 99 فتصير 100 لمن رب ده لأوليائه وأهل طاعته. إيه الشرف ده؟ معقول الرحمة اللي في البشر واللي في الحيوان واللي في الطير واللي في الحشر من آدم إلى أن تقوم الساعة كل ده من جزء واحد؟ سيدنا قال كده، قال ده جزء واحد من رحمة الله. طب ده سيدنا بيقول اللي يصلي عليا مرة ربنا هيصلي عليه 10، يعني هيحط في ميزانه 10. لما بيسألوه صلاة الملك سبحانه وتعالى يعني ايه؟ قال الصلاة من الله رحمة، يا رب ارحمنا وتجاوز عنا يا رب. الصلاة من الله رحمة. قالوا له يا سيدنا وصلاة الملائكة؟ قال صلاة الملائكة طلب المغفرة. لما الملك يصلي علي يقول يا رب سامحها، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عنها، يا رب سامحها. معقولة؟ معقولة أنا ملك بيدعي لي إن ربنا يغفر لي؟ لما نصلي على سيدنا، لما نعمل عمل صالح الملائكة بتصلي عليه. سيدنا جبريل قال لسيدنا كده، قال له ما صلى عليك أحد إلا صليت أنا عليه، وما سلم عليك أحد إلا سلمت عليه. ده احنا بنعدي على الواحد كده نقول له سلام عليكم يوصل من فوق لتحت كده ويقول هي مين دي عشان نرد عليها السلام. ده جبريل عليه السلام بنفسه بيرد عليك، بيقول له ما صلى عليك أحد إلا صليت عليه، وما سلم عليك أحد يا رسول الله إلا سلمت عليه. أسكن ربنا بنفسه اللي خلق الكون ده كله بيصلي عليه، بيصلي عليه آمين. سيدنا قال كده والله، قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. يا على الشرف والفخر اللي احنا مش واخدين بالنا من نعم الله علينا. قال الصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة طلب المغفرة. طب وصلاتنا يا سيدنا عليك؟ قال صلاتكم دعاء. يعني لما نقول اللهم صل على محمد بندعي لنفسي؟ ايوه بندعي لنفسي ان ربنا يحط في ميزاني درجات من الرحمة، كما قال الملك سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يا رب اشغلنا بذكرك يا رب. من شغله ذكري، ذكر الله يعني، قال عن مسألتي، بدل ما يدخل يقول يا رب عايز وعايز يذكرني، ربنا يقول اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين يا رب. اذكروني. من ذكرني في نفسي كما قال الله، قال ذكرته في نفسي. تخيلي دلوقتي واحنا قاعدين في المكان المتواضع ده فاكرين ربنا. تخيلي ربنا سبحانه وتعالى برضه فاكرنا، بيقول فلان وفلان قاعدين في مجلس علم وبيذكرون، وبقول الكلام ده لمين؟ ده بيقول للملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة طوافون يسيحون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا قوم يذكرون الله نادى بعضهم على بعض هلموا إلى بغيتكم، فيحيطونهم بأجنحتهم حتى تصل أجنحتهم السماء، حتى إذا فرغوا من حديثهم تقول لهم الملائكة قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا من أهل هذا النداء يا رب. فيذهبوا إلى ربهم فيقول سبحانه كيف جئتم عبادي؟ يقول يا رب جئناهم وهم يذكرونك، تركناهم وهم يذكرونك. فيقول سبحانه يذكروني وهل رأوني؟
فيقولون لا، فيقول سبحانه فكيف بهم لو رأوني. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب. يقولون يا رب كانوا أشد لك عبادة، أشد لك طاعة. فيقول سبحانه عما يسأل عبادة، نفسهم في إيه؟ يقول يا رب يسألونك الجنة، نفسكم يدخل الجنة. فيقول سبحانه وهل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول سبحانه فكيف بهم لو رأوها؟ أمال لو شافوها كانوا هيعملوا إيه؟ يقول يا رب كان أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. فيقول سبحانه مما يتعوذ عبادي، هم خايفين من إيه؟ يقولون يا رب يتعوذون من النار. فيقول سبحانه وهل رأوها؟ هم شافوها؟ فيقولون لا. فيقول سبحانه فكيف بهم لو رأوها؟ أمال لو شافوا جهنم دي هيعملوا إيه؟ يقولوا يا رب كان أشد عنها بعدا وأشد منها نفورا. فيقول سبحانه أشهدكم يا الله. الملك سبحانه وتعالى بيشهد الملائكة على ذاته العلي ويقول لهم أشهدكم أني قد غفرت له. فيقول أحد الملائكة يا رب قد كان فيهم فلان ابن فلان كان قد جاء لحاجة. يعني في واحد بيسأل على واحد في مجلس العلم دي، فقالوا له ده في النادي عنده درس، فما هو جاي للدرس ده، هو جاي عشان خاطر فلان ده عايزه. يقولوا له يا رب ده ما كانش جاي للدرس، ده كان جاي لحاجة، كان جاي لطلب في الدنيا. فيقول سبحانه هم الجلساء لا يشقى بهم جليسه. سبحانك ما أكرمك، ما أعظمك، ما أحلمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بقدر حبك فيه. اللهم بقدر حبك فيه فرج عنا ما نحن فيه. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب